يا مساء الفل على كل متابعيني. جربتم يا جماعة حواوشي السجق؟ خطير. حواوشي بيتي بالسجق المدخن. ويعني ايه مدخن هتعرفوا في نص الفيديو. شايفين شوية جبنة بقى موتزاريلا، شرايح طماطم، شرايح فلفل، حاجة كده خطيرة. اهو شايفين. يلا بينا نشوف الطريقة والتحضير. معايا هنا نص كيلو من السجق. هجيبه كده بالمقص وهقصه علشان هفضي السجق من الغلاف بتاعه. اهو تمام. هقصه بس الأول. ده سجق بلدي طبعا. وهجيبه بقى كده، هفضيه خالص من الغلاف بتاعه وبيخرج بكل سهولة، أو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص بقى بعد ما خلصت هنا، هاجي بقى هنا هحط عليها بصلاية مبشورة، طبعا مصفية المية، جزراية تدي طعم حلو جدا، قرن فلفل حامي وبارد، والبهارات بتاعتي شوية ملح وسنة فلفل أسمر صغيرة أوي وسنة كاري بسيطة جدا، لأن عندنا السجق بيبقى إيه مبهر. ونبدأ هنا كده بسم الله ونعجن كويس جدا. وهنا بقى يعني ايه سجق مدخن. هتشوفوا دلوقتي انا شغلت فحمايه وهطفيها كده بشويه زيت وهقفل بسرعه. دي كده الوصفه دي بيبقى طعم السجق مبهر وحلو جدا. خلاص شلت بقى الفحمايه بتاعتي، وهجيب بقى العيش بتاعي وجربوا الوصفه دي وان شاء الله هتدعولي عليها. جبت العيش بتاعي، ولما تيجي تعملي حواوشي سواء سجق او لحمه يكون العيش ابيض ونص سوا، عشان لما تيجي تحمريه في الفرن ما يغمقش معاكي. اهو هحشي بقى الرغيف بتاعي كويس جدا. اهو حط بقى كده شويه جبنه موتزاريلا، والله ما عندكيش براحتك مش مشكله. خلاص بعد ما حطيت الجبنه احط بقى شرايح طماطم وشرايح فلفل اخضر، بتخلي الطعم يا جماعه خطير. وعامله برضو معاكم ساده من غير فلفل ولا طماطم عشان اللي ما بيحبش. الصاج بتاعي هدهنه دهنه زيت، وهحط بقى العيش بتاعي كده وادهنه برضو بالزبده، وهدخله الفرن. اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص اهو دخلته بقى الفرن، اللي بيخلص بقى كده خلاص ايه احطهم فوق بعضهم كده. ونفس الكلام لما عملته في السجق الني هعمله برضه اول ما يستوي الفحمية واحط عليها حتة زبدة او شوية زيت، والريحة فظيعة. اهو شايفين ومقرمش وتحفة. ادي بقى والجبنة معانا هنا. خلاص كده وبألف هنا وشفا، وجربوا ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم. وباي باي.